لخطورة الظاهرة ينصح بعدم محاولة مشاهدتها بالعين المجردة واستعمال نظارات ملائمة عن هذه الظاهرة التي تشهدها كذلك العديد من البلدان عبر العالم. يدور التقرير التالي. غدا سيشهد كوكب الأرض ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تجمع ما بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي، وقد أكد العلماء أن هذه الظاهرة التي تعتبر فريدة من نوعها سيمكن مشاهدتها بشكل جيد عند كل من خط الاستواء وخط غرينتش، مما يعني إمكانية معاينتها انطلاقا من المغرب. ونظرا لأنها ظاهرة تثير انتباه واهتمام العلماء والفلكيين والمواطنين، يحاول البعض متابعة مراحل الكسوف بالعين المجردة، مما يشكل خطرا على شبكية وقرنية العين. ولذلك يحذر الأطباء المواطنين وخاصة الأطفال والأشخاص الذين يشتكون من قصور في البصر والذين أجريت لهم عملية استئصال العدسة بضرورة تجنب مشاهدة هذا الكسوف مباشرة دون استعمال النظارات الواقية، وخاصة منها تلك القابلة لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية. إجراءات وقائية ونصائح لحماية العيون واستعمال نظارات خاصة لمشاهدة ظاهرة الكسوف نتابعها مع الدكتورة أسماء العمراني بمصلحة طب العيون بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء. ظاهرة الكسوف اللي غتشوفها البلاد ديالنا غدا ان شاء الله، حنا كنصحوا الناس كاخصائيين انهم ما يتعرضوش للشمس مباشرة، حيت هذيك الأشعة عندها آثار خطيرة على العين، كتأثر عليها بدي بغولور بحروقات اللي تقدر تولي خطيرة. داكشي علاش حنا كنصحوهم انهم ما يشوفوش فيها مباشرة، وخاصهم يديروا دي لونيت نظارات ديال الوقاية اللي يكونوا سيرتيفي.